تخيل إن في يوم حد يبصلك ويقولك لا مش هتلعب، الجملة اللي ممكن تكسر أي حد. كانت الشرارة اللي صنعت أسطورة اسمها مايكل جوردن. وإحنا في وقت كل يوم بنشوف نقاشات مين جوت ومقارنات زي جملة لو جوردن كان بيلعب دلوقتي كان هيعمل إيه. خليني أحكي لكم القصة اللي بدأت كلها. سنة 1978 جوردن اتطرد من فريق المدرسة. المدرب قالوا قصير مش جاهز. الواد رجع البيت وعيط، بس بعدها نزل الملعب سنة كاملة يتدرب بشكل جنوني. ولما رجع السنة اللي بعدها المدرب قال له انت اتغيرت. ومن هنا ولدت الأسطورة. ندخل على اير جوردن، البراند اللي قيمته تعدت 10 مليار دولار، واللي كل إصدار ليه بيخلص في ثواني زي ما الناس بتجري على الموبايلات أول ما بتنزل. كل ده بدأ لما نايكي قالت لجوردن احنا مش هنعملك جزمة، احنا هنبني عليك إمبراطورية. وفعلا عملت كده. نيجي بقى للسؤال اللي مولع السوشيال ميديا، مين الأفضل، جوردن ولا ليبرون؟ بسرعة كده، جوردن يساوي 6 نهائيات 6 فوز، ليبرون يساوي 10 نهائيات 4 بس فوز. جوردن 10 مرات هداف، ليبرون ولا مرة. جوردن 5 MVP، ليبرون 4. الأرقام بتتكلم، بس رأيكم أهم. قولولي لو هتختاروا جوت هتختاروا مين وليه؟ وفي الآخر تفتكروا لو المدرب ما كانش آلة مش هتلعب، كان هيبقى في حاجة اسمها جوردن ولا اير جوردن ولا تاريخ كامل؟ لو عجبتكم القصة اعمل لايك وشير واشترك عشان اللي جاي أقوى بكتير. سلام.